بيبدأ فيلمنا مع كريس اللي شغال محامي وعيلته واللي بيكونوا ساكنين في بيت في الغابة متطرف عن المدينة. وبيحضر كريس عدة الصيد وبيروح للغابة وبيستنى أي حاجة علشان يصطادها. وفجأة بيشوف بنت بدائية شكلها غريب في البحيرة وبيراقبها وبيفضل وراها لحد ما بيشوفها بتدخل كهف. وبيرجع كريس للبيت وبياخد ولاده علشان ينضفوا المخزن، ومحدش من ولاده فاهم حاجة ولا عارف هما بينضفوا المخزن ليه، لكن محدش فيهم بيقدر يعترض لأن كلهم بيخافوا منه. وفي اليوم التاني بيروح كريس للبنت البدائية اللي شافها في الغابة وبيصطادها بالشبكة وبياخدها للمخزن في بيته وبيربطها. وبيحاول كريس يفوقها لأنه بيكون فاكرها مغمى عليها، لكن فجأة بتهجم عليه البنت وبتاكل صباع من ايده وبيتألم كريس وبيفضل يضرب فيها لحد ما بيغمى عليها. وبيروح كريس يعالج صبعه ويربطه وبعدين بيرجع لها تاني وبيقول لها كريس أنا عارف إنك مش هتفهمي لغتي، وبيضرب رصاصة جنب دماغها علشان يخوفها. وبياخد كريس عيلته وبيفرجهم على البنت وبيقول لهم إنها فتاة بدائية وكانت عايشة في الغابة وإنهم هيعتنوا بيها ويعلموها، وبيطلب منهم إن محدش يقرب منها علشان ما تعضوش، وبيعلمهم إزاي يتعاملوا معاها ويحطوا لها الأكل من بعيد. لكن البنت بتكون غضبانة ومتضايقة وبتقلب الأكل. وبالليل بتقول له مراته إنها معترضة على اللي بيعمله وإنه لازم يسيب البنت اللي حابسها، لكن كريس بيضربها بالقلم وبيسيبها ويروح ينام. وبتبدأ البنت تجوع وبتضطر إنها تاكل الأكل اللي قلبته على الأرض. وبيبدأ كريس إنه يحمل بنته وينضفها وبيشغل عليها مسدس المية بضغط عالي، وبتتألم البنت من شدة ضغط المية عليها. بتطلب جورجينا من أبوها إنه يوقف اللي بيعمله، بتكون البنت صعبانة عليها. وبيرفض كريس إنه يوقف المية، بس جورجينا بتترجاه وبتروح تقفلها. وبتردد البنت اسم جورجينا وكلمة أرجوك. وبيضحك كريس وبيقول لهم إنها بدأت تتعلم بسرعة. وبعد ما بينضفوها بيلبسوها لبس جديد وبتكون البنت مطيعة لكن من شدة الخوف والألم. وفي المدرسة المدرسة بتكون شاكة في جورجينا إنها حامل وبتحاول إنها تتصل بأبوها أو أمها، لكن جورجينا هي اللي بترد على التليفون بعدها بتمسح المكالمة. وبينزل الولد المختل ابن كريس للبنت في المخزن وبتفضل البنت تصرخ وبتسمع صوتها جورجينا. بتروح جري على المخزن علشان تشوف البنت وبتلاقي أخوها طعنها في بطنها، وبتطرده أخته من المخزن وبتقرب منها البنت وبتكلمها، بس جورجينا ما بتفهمش هي بتقول لها ايه. اما بيرجع كريس من شغله بتحكي له مراته على اللي عمله ابنه في البنت، لكن كريس بيتجاهل كلامها وبيقول لها انه طفل صغير. وبتتضايق مراته من كلامه وبتقول له المفروض انك محامي وعارف خطورة الجريمة اللي عملناها في البنت وعقوبة خطفها واحتجازها. وبيقول لها كريس انها ما تهددوش وانها مشتركة معاه في الجريمة، وبتقول له مراته انها مغصوبة على اللي بيعمله وانها مش موافقة عليه. يفضل كريس يضرب فيها لحد ما بيغمى عليها. وفي الوقت ده بتوصل مدرسة جورجينا واللي بتتفاجئ أول ما بتشوفها، ما بتعرفش تتصرف لأن أبوها بيجي وبيدخلها. وبتقعد المدرسة مع كريس وبتشوف مراته واللي بيكون شكلها غريب، بس كريس بيلاحظ وبيقول لها إنها تعبانة شوية. وبتطلب المدرسة من كريس إنها تتكلم معاه لوحدهم، لكن كريس بيرفض وبيقول لها تتكلم قدام الكل وإنهم عيلة ما بيخبوش حاجة على بعض. وبتقول له المدرسة إن أحوال جورجينا الأيام دي متغيرة ومش طبيعية وإنها شاكة إنها حامل. وبتتدخل جورجينا في الكلام وبتنكر. وبيقول كريس للمدرسة إن بنته ملهاش أصحاب وملهاش علاقة بأي حد، وبيقول لها إزاي إنها تتجرأ وتيجي لحد بيته وتقول له كده. بتخاف المدرسة من طريقته وبتكون عايزة تمشي، بس كريس بيقرب منها وبيضربها بالقلم. وبيربط كريس المدرسة وبيسحبها في الجنينة عشان يوديها على المخزن، وبتترجى جورجينا إنه يسيبها، لكنه بيضربها وبيمسك بنته وبيخنقها وبيقول لها إنه بيكره الستات كلهم وبيكرهها هي وأمها. بيسحب كريس المدرسة على المكان اللي حابس فيه الكلاب، وبتكون المدرسة مرعوبة وعمالة تصرخ. وبتجري جورجينا على البنت البدائية اللي بتكون سامعة ومتابعة كل حاجة بتحصل، وبتحاول جورجينا إنها تفكها. وبتفوق الأم وبتطلب من بنتها الصغيرة إنها تطلع أوضتها وما تنزلش مهما حصل. وبيتفرج كريس وابنه المختل عقليا على المدرسة وهي بتحاول تبعد عن الكلاب اللي عايزة تفترسها، وهم مبسوطين ومستمتعين. وبتلاقي المدرسة بنت تانية موجودة في المكان واللي بيكون باين عليها انها محبوسة من فترة طويلة، وبتقرب من المدرسة وبتاكل فيها لحد ما بتموت. وفي الوقت ده بيكون كريس واقف بيتفرج وهو مستمتع. وبتكون جورجينا فكت البنت المحبوسة في المخزن وبتسيب جورجينا وبتمشي وما بتعملهاش حاجة. اول ما بتخرج البنت من المخزن بتقابل قدامها مرات كريس وبتهجم عليها وبتعضها وبتموتها. وبتدخل على المكان اللي فيه كريس وابنه، وبيتصدم كريس اول ما بيشوفها وبيحاول يدور على اي حاجة علشان يضربها بيها، بس البنت بتقابل في طريقها الولد المختل وبتضربه وبتموته. وبتقرب البنت من كريس وبتطعنه وبتخرج قلبه وبتاكله قدامه.
وبتشوف البنت البدائية وهي خارجة البنت اللي كانت محبوسة زيها واللي بتكون عامية ومن غير عينين، فبتأكلها وبتتعاطف معاها لأنها زيها. بتروح جورجينا تاخد أختها علشان يهربوا، بس بتلاقي قدامها البنت البدائية والبنت المحبوسة، وبتخاف جورجينا وبتروح البنت الصغيرة تديهم إزازة مية، وبتحاول البنت اللي كانت محبوسة إنها تهجم عليها، لكن البنت البدائية بتضربها وبتمنعها إنها تأذيها، وبتاخد منها المية وبتشرب منها. وبعد ما بتشرب بتشاور على بطن جورجينا وبتقول كلام مش مفهوم. بعدها بتاخد البنت الصغيرة في ايديها وبتمشي، وبتقف جورجينا حيرانة شوية. بعدها بتروح وراهم. ولحد هنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ونشوفكم الملخص الجاي.